السلام عليكم يا جماعه. النهارده هنتكلم عن العرب واللي عملوه بقى في كاس العالم. لا شغل عالي، في شغل عالي فكر من قطر والشغله دي، بس هو في شغل عالي. نتكلم عن الوحش ولا عن الحلو؟ حلو طبعا. اول حاجه السعوديه. لا احنا كده هنتكلم عن العالمي، مش هنتكلم عن العادي الحلو العادي، لا احنا كده بنتكلم عن العالمي اللي هو السعوديه والارجنتين. ده ماتش عالمي فرضنا شخصيتنا عليهم مع انهم من ناحيه الامكانيات فهم طبعا حاجه تانية، والماتش كان فيه نسبه حظ برضه وتوفيق كانت معانا. طب انا هسالك سؤال دلوقتي، ضربه الجزاء بتاعت ميسي ضربه جزاء ولا لا اي كلام ممكن ان هي تعدي عادي؟ لا ضربه جزاء طبعا. مفيش حاجه بتتحسب غلط في كاس العالم، عشان دي ايه حاجات. ده في فار وفي ليزر وفي شغلانه. يعني لو جون في نسبه 1% ان هو مش جون مش هيتحسب جون، فاهمني؟ لازم يبقى 100% جون خلاص فاهم، ومحدش هيعدي. اصل في ناس كتير قالت ايه، لا هو المفروض كاس العالم دوت ابجريد لكل البطولات. الكرة ديت لو موجوده مثلا في ماتش مثلا في الدوري الانجليزي مش هتتحسب. هي الفكره في كده بس مش اكتر. لا الكاس العالم بتاع السنه دي معمول على تكنولوجيا كبيره جدا، والكاميرات بتصور كل حاجه وادق التفاصيل، والكره فيها سنسور عشان تعرف الكره راحت فين، وفي الثانيه كذا الكره كانت في كذا وبتعمل كذا. فمفيش حاجه هتتحسب هي غلط، مفيش حاجه اسمها كده. لو هي بلا هتحسب بلا، لو هي فيها هتحسب كده. لا يا جماعه ده مستوى تاني. كاس العالم كتنظيم وكلعب وككل حاجه كان مستوى تاني، والعرب فعلا كانوا في مستوى تاني برضه مع كاس العالم. بس انت لو ما عملتش كاس العالم هتعمل فين يعني؟ طبيعي. كل الفرق اخذ الموضوع جد جدا جد جدا جدا، اللي هو لا دي بطوله ما ينفعش ان انا افوت فيها جون ولا افوت فيها، حتى لو هعمل اي حاجه اصنع جون هصد هعمل اي حاجه مش مهم، اهم حاجه بس ان انا اخدم بلدي في كاس العالم. فهي السعوديه طبعا عملت ماتش جامد مع ان امكانياتها مش احسن حاجه، فرضت شخصيتها على الارجنتين، ودي حاجه طبعا غريبه. فاهمني؟ لا يعني تحس ان هي بتلعب شخصيه مع انها ما عندهاش امكانيات. الارجنتين فيها ناس جامده جدا دلوقتي، فيها ميرتنز وفيها الحارس دوت حارس كويس جدا، وعندنا برضو ميسي ودي ماريا. هي مره حصلت كده، ولو قررت تاني 100 مره مش هتحصل تاني. عشان ايه؟ عشان بس ما عندي، عشان العرب ما بيصدقوا ويفضل لك ده ميسي ما عرفش يعمل حاجه، وهو فعلا ما عرفش يعمل حاجه. بس هو لو ماتش يعني ايه، لو الماتش ده اتعاد تاني خلاص هو الارجنتين اصلا مش هيخسر ماتش تاني. لا بس برضو وينه كسرنا عينه. هو فين دلوقتي؟ مش هيخسر تاني خلاص. ايه يا عم كده اقول لك، اي حد هيجي على السكه هتحط عليه، مع اني بشجع السعوديه مش بشجع بس هي الارجنتين بوظ الدنيا خالص. طيب لو هنيجي نشوف بقى ايه بقيه الماتشات، انت عندك المغرب وكرواتيا، ماتش نار وتقول لي بقى اعمار سنيه ولا مش عارف. بريزيتش لعب كانه عنده 23 سنه، مودريتش لعب كانه عادي يعني، ده اصلا بيلعب عادي، اللي هو انا لسه في العشرينات يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ 30 سنه ايه ولا 35 سنه ايه؟ بس هو ما عجبنيش صراحه في الماتش، مع انه يعني لعيب انا بعشقه مش بحبه، بس هو يعني في الماتش ده حسيت ان هو ما طلعش كل اللي عنده، ما اعرفش ليه. مش مودريتش بتاع الريال اللي هو في ثانيتين، في ثانيه الا ثانيه وزلك فاهمين كده اهوت بقى. بس المغرب طبعا عمل ماتش جامد، والمغرب حلوه وتقريبا احسن فرقه، احسن منتخب عربي دلوقتي سكواد يعني. اشرف حكيمي وزياش وليلى، وفي الباك الشمال بتاع بايرن ميونخ. وعندك اسمه، لا هو في فرقه والجون بتاعهم ياسين بونو ده انا بعشقه يا جماعه، بحبه جدا جدا جدا. فهو السكواد حلو وعندهم امكانيات ان هم يعملوا حاجه في الكاس العالم، وان شاء الله يعملوا حاجه الماتش الجاي ويشرفونا يعني شباب السعوديه. طيب قطر يا جماعه عملت ماتش يعني خسروا 2 بس، يعني حاجه غريبه. لا هو بصراحه يعني انا قلت لكم يا جماعه اللي اعرفه في الاكوادور كلها كده على بعضيها، ما اعرفش غير فالنسيا اللي لعب في 2002 ولا 2003 في مانشستر يونايتد. ده لاعب خطير طبعا، معروف ان هو خطير، عنده 34 سنه. والله السن مش عمر، هو كوادرادو ما كانش موجود ليه؟ كوادرادو ده عنده 36 سنه يا عم اكبر من فالنسيا، مش عارف كان موجود ولا لا. تصدق هو قطر الصراحه لا قطر مش مركزه خالص، وتحس كده يعني ارضك وجمهور اكتر طبعا هيبقى معاك في اي ماتش، وانت عملت استعدادات لا جامده بحيث ان انت ايه تعمل حاجه في كاس العالم. يعني عملوا معسكر مغلق 6 شهور في اسبانيا. ايوه لا وشاركوا في بطولات كتير قوي كشرف، يعني في الكوبا امريكا شاركوا كشرفيين، وفي اسمه دوت في امريكا الشماليه برضه شاركوا كشرفيين وعملوا ماتشات كويسه جدا. وفيليكس دوت اصلا اخدها من تحت قوي، ده بقاله كام سنه شغال معاهم، شغال من اللي هم بتوع 17 سنه وبعدين انتقل اللي عندهم 19 سنه وبعدين طلع المنتخب بتاعهم. فهم عملوا كل التجهيزات اللي هم يعملوا حاجه في كاس العالم، لكن
ما تبقاش فاهم ايه اللي حصل. حتى العرب كلهم كانوا بيساندوا قطر على فكره، يعني اصلا كنت هتلاقي الايه الاستاد كله اصلا مفيش تلات ارباع يعني لو في ماتش لمنتخب قطر 3/4 الجمهور قطر. والعرب كلهم بيشجعوا اصلا، يعني احنا كمصر بنشجع العرب كلهم طبعا في كاس العالم. قطر او المغرب او تونس او اي فرقه ايا كان بقى بيلعبوا مين. إيه حتى لو مفيش امل، يعني السعوديه كانت بتلعب الارجنتين، مين اصلا كان متخيل ان السعوديه تعمل كده؟ محدش كان متخيل، بس العرب كلهم كانوا بيشجعوا مين؟ السعوديه، مع انهم في ناس كتير قوي بتحب ميسي، فاهمني؟ فهي قطر الصراحه لا، وما عملتش اي حاجه، مركزه كويس ان هي طلعت اصلا. هي لو كانت صعدت الادوار اللي بعد كده كان هيتداس عليها جامد بالمستوى اللي هي فيه ده. ولازم ندي حق للمنتخبات. هي ما عندهاش غير نجم واحد بس، عندها منظومه كويسه شبه الاكوادور فعلا ما عندهاش غير فالنسيا، هي معتمدين عليه اعتماد تام، بس هو بصراحه مأدي ماتشات جامده جدا. هو اصلا اللي يشوف اول ماتش يقول هياخد هداف البطوله. يعني ما اعرفش 3 ولا 4 جاب جول بالدماغ بس اوف سايد، تمام، وبعد كده جاب الجولين دول، فهو يعني وعمل كذا هجمه خطيره جدا، فهو الصراحه جامد فظيع في كاس العالم دوت. نخش على منتخب تونس بقى. اول ماتش طبعا كان ماتش تونس والمار، كان ماتش كويس، تونس لعبت حلو جدا بس ما كانش فيه اهداف للاسف. هما الفرقتين ما فيهمش حد يخلص، يعني الفرقتين كانوا بيهاجموا والفرقتين كانوا بيوصلوا للجون وكل حاجه، بس ما فيش اللي هو ايه المهاجم شبه مثلا ايه روبرت ليفاندوسكي مثلا، هاري كين، ما فيش ده، يعني ما فيش اللي هو البوكس اللي هو يخلص لك الكره على طول. الكره هما الفرقتين لجوا لحاجه واحده، ان هم يلعبوا 1-2 ويبنوا هجمه من تحت والشوط من بعيد عشان ما فيش اللي يخلص. والشوط طبعا بيريكسن لوحده مش هيقدر اللي هو يعمل اي حاجه، ولا هيقدر اللي هو يصعد بالدنمارك ممكن للادوار اللي جايه، لكن ممكن ان انت تلاقي مفاجآت عادي جدا، ده ما تحصل عادي. الاستحواذ كان يعني الى حد ما مع الفرقتين، الاثنين بنوا هجمات حلوه، الاثنين لعبوا كويس، بس الماتش ده طبعا خلاص عدى من فتره، فاحنا هنتكلم عن ماتش تونس واستراليا اللي هو كان النهارده. كان كويس، تونس ساعد حلو، كان معاه الاستحواذ والشوط طبعا وصلنا للجون اكتر بكتير، بس المشكله في الحظ برضو، المشكله دي اللي يخلص، ما فيش حد يخلص. انت متخيل انت تلعب ماتشين لغايه دلوقتي انت ما دخلتش اهداف، ماتش اتعادلت فيه 0-0 وماتش الثاني انت اخدت هدف، اهو ده بقى الفرقه اللي تلاقيها كلها ما فيهاش اي حد غير واحد قدر ان هو يسجل بس، لا اكتر ولا اقل. لكن ان انت تلعب على طول وتفضل تلعب في كاس العالم بدون اهداف، ان انت ممكن تقدم عليه خطوره، انت بتقدم خطوره لكن مفيش نتيجه. لازم يكون في نتيجه. هو كويس بالنسبه للدنمارك ان هو 0-0، لان الدنمارك برده فرقه ايه جامده نسبيا كويسه، لكن استراليا اللي انت تخسر منها 1-0 دوت يخليك تبعد خالص يعني. لا وغير كده الجون جه في الدقيقه 23، يعني مثلا ما جاش في الاخر فتقول ايه فخلاص، يعني الجون جه مثلا في الدقيقه 80 ما لحقناش ان احنا نعوض، لا هو جه في اول ماتش تقريبا، فانت ممكن اللي انت تعوض عادي، فانت طبيعي انت قدامك شوط ونص انت تقدر تعوض. فهو كده تقريبا يعني تونس طلعت من البطوله على حسب يعني الماتش الجاي، هي كده خلصت ماتش وتعادلت ماتش كان معاها نقطه، والماتش الجاي بقى ده لو كسبته كده هي طبعا ايه 4 نقط، هيبقى 4 نقط، فايه هنشوف برده الفرق ال4 نقط وهنشوف فرق الجوان، بس لو خسرته فهي كده ايه مع قطر بقى مع السلامه. طب لو تعالوا نقعدوا مع مصر بقى عشان احنا قالوا علينا احنا والجزائر. نيجي بقى نتكلم عن الايه المصايب اللي بتحصل. ايران يا جماعه ايه ده اول ماتش 7-2 بس دخلوا جوان. انت لو تلاحظ ان ايران دخلت جوان في انجلترا، ده كروش بمعنى ايه بقى؟ كويسين احنا خلصنا منه بجد والله. ده معناه بجد ان لا فعلا انجلترا عندها مشاكل كبيره جدا في الدفاع. انجلترا مهما هو عندها ديور اللي هو بيلعب في توتنهام، وعندها فرقه في الدفاع المفروض، وفي الهجوم عندها جيمس، بس تقريبا جيمس مصاب، عندها برضو خط دفاعي كويس، وولكر ودنيا، بس الدنيا وارنولد عندها 4-5 باكات جامدين قوي، من احسن الباكات في العالم. ايوه ده هم الاحسن اصلا. فانت بتتكلم في ايه؟ يعني في مشكله كبيره جدا في منتخب انجلترا دفاعيا، لكن هجوميا بقى عد يا عداد، فوق 3 فوق 4 فوق، هاري كين وفودن وجريليش وراشفورد، لا ياما قوي، حاجه فظيعه. يعني انت شوف الفرق اول 5 في الدوري الانجليزي، شيل منهم المهاجمين غير معانا 2-3 كده، هو ده المنتخب انجلترا. لا منتخب انجلترا كهجوم وكفرقه، لا هي اثبتت فعلا ان هي ممكن تكون مرشح كويس للبطوله، مش مرشح اساسي، مرشح كويس للبطوله، لان
لا في فرق احسن بكتير في كل الصفوف، اما هي صف الدفاع بتاعها لا تقريبا لا خلاص. بس خلينا متفقين برضه اللي هياخد البطوله دوت فرقه غير متوقعه خالص، فرقه يعني حصان اسود غير متوقعه خالص. هي حصان اسود عشان انت الفرق اللي اصلا المفروض هتاخدها بتعمل حاجات غريبه، ما عدا السعودية. اسبانيا لغايه دلوقتي عامله ماتش جامد ومعاه، والمانيا هتشيلها طبعا، اسبانيا هتشيل المانيا تمام. فهي اسبانيا اللي فايقه والسكواد جامد وصغيرين ومع فيهم سحر. ليه؟ طب ما البرتغال ماشيه كويس برضه. ما هي البرتغال ماشي لعبت اول ماتش ما لعبتش حلو، خلي بالك يعني هم كسبوا اصلا ما لعبوش حلو بالنسبه لي انا عشان بشجع البرتغال، يعني مش هو ده الاداء اللي انا كنت مستنيه. والبرازيل ماشيه كويس، ما لعبتش حلو برضه في اول ماتش بس ماشيه كويس. هو الفرق ايوه الفرق بقى اللي هم الخمس ست منتخبات اللي هم اصلا خلاص واحد منهم اكيد قبل ما البطوله تبدا قلنا واحد منهم ما حدش بيحكي عن غريب يعني منتخب مصر كان بيلعب احسن منه. احنا ما اتكلمناش عن ايران. احنا نسينا ان احنا نتكلم عن العرب اصلا، ما اتكلمناش عن اصل ايران يعني معروفه خلاص يعني. اصل عايز اقول لك هنتكلم عن الفرق اللي جامده عشان يعني انت ايران لا في الضياع خالص. هي لعبت اخر ماتش ده كسبته 2-0 بس ما برضه يعني فاهم انت مش حاسسها. الماتش التالت دوت لا هتشيل. طب لو هنيجي بقى ايه، ونفسي يلعبونا الصراحه منتخب مصر، نفسي يلعبونا اقسم بالله عشان كروش ده نحط عليه يشيلوا 8 ولا حاجه. طب لو هنيجي بقى اسالك سؤال كده اللي هو ايه، مين الفرق العربيه اللي ممكن تكمل في البطوله بعد الماتشات الاولانيه دي؟ هو اصلا هو مفيش غير مين؟ المغرب وتونس والسعوديه صح كده؟ لا بس كلهم عندهم حظوظ ممكن يكملوا. ما هم دلوقتي بس انت من وجهه نظرك انت شايف مين اللي ممكن لا يفلت؟ اصل فاهم لسه يعني ايه، اصل يعني لو شفنا السعوديه في اول ماتش لعبت حلو وتاني ماتش احنا في الشوط الثاني خسرنا 1، ولو شفنا المغرب هي اول ماتش اتعادلت، لو شفنا تونس خسرت ماتش وتعادلت ماتش. فاهم قطر يعني هي ممكن الثلاثه اصلا ما يطلعوا من المجموعات 3. هو انا من رايي ان الاقرب ان هي تكمل الاقرب، بس انا مش يعني المغرب سكواد ولعب وكل حاجه معاهم، بس برضو ما تبقاش فاهم في ايه، ما تبقاش فاهم يعني هما ولا هيبين من الماتش ولا هيبين ان هي كاس العالم وبيلعبوا اللعب بتاعهم، بس ما فيش ما تبقاش فاهم الثقافه العربيه ان انت ما تدخلش جوان ولا ايه. انت عايز تكسب 1-0 وتهرب، عايز تكسب 2. احنا بنفضل ان احنا نفضل هاديين والماتش هادي واحنا في امان احسن ما نعمل هجمه خطره ونغلط فيها ونخش فيها جول او نجيبها جول. فاهمني؟ يعني بنفضل ان احنا ما نجيبش جوان احسن ما نخش فيها جول، ما بنريسك. فاهمني؟ ايوه مش هنحط الريسك على حاجه، فاهمني؟ اللي هو ايه خليني احسن في ايه في الامان. بدل ما انا اعمل هجمه وتقطع مني واخش مرتد عليها بجول، طب وليه ما خلينا ايه في منطقتي بدل ما اعمل هجمه كده اهوت ايه مره واحده كده وما تبقاش خطره، فاهمني؟ وخلاص وسبعه وتلاقي السبعه بتنور بس كده. يعني عايزين بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره يدعمونا يا جماعه. كبسوا